أنا اسمي سعاد، عندي 28 سنة وحياتي انقلبت رأساً على عقب من بعد ما تزوجت. أول ما تجوزت سكنت في بيت العيلة، وكلنا عارفين معنى إنك تعيشي في بيت في حماتك وحموكي وإخوة جوزك وجوزاتهم. المكان ضيق والجدران رفيعة والصوت باين جداً. كنت متزوجة من راجل هادي وطيب جداً اسمه أحمد، كان بيحبني وبيهتم بيا، وكان راجل في حاله بعيد عن أي مشاكل مع إخواته أو أهله. هو كان كبير العيلة لكنه كان دايماً مسالم، محدش بيسمع له صوت عالي ولا بيشوفه زعلان من حد. أنا كنت بنتي مهتمة بنفسي جداً، بشكلي، ببشرتي، بشعري الأسود الطويل، وكل اللي يشوفني يقول إني شكلي بين 22 و 23 سنة. كان أخوه الأصغر منه بسنتين اسمه خالد، ساكن جنبنا في الشقة اللي جنبنا بالضبط. خالد كان متجوز من ست اسمها منى، وهي عكسي تماماً، ما كانتش مهتمة بنفسها ولا بجوزها، وكانت مهملة لدرجة إن خالد دايماً كان متضايق منها. أنا ما كنتش مهتمة بيه أصلاً، كان بالنسبة لي مجرد أخو جوزي. كنت بعيش حياتي مع أحمد وكانت علاقتنا هادية، لكن الصوت كان مشكلة عندي. أنا من النوع اللي مش بقدر أمسك صوتي وقت العلاقة الزوجية، وطبعاً كانت الجدران رفيعة وكل حاجة كانت بتوصل للشقة اللي جنبنا. في يوم كنت واقفة في البلكونة، طلع خالد جنبي وبدأ يقول لي بهزار: ممكن تخفي صوتك شوية أحسن؟ فضحكت ورديت عليه بهزار برضو، واتكلمنا شوية وما كنتش حاسة إن في حاجة غلط. أنا كنت شايفة الموضوع عادي جداً، لكن مع الوقت لاحظت إنه بيبصلي بطريقة مختلفة، وإنه بيحاول يقرب مني في كل مرة نشوف فيها بعض. كنت أقول في نفسي لا أكيد أنا متوهمة، بس كنت بحس إن في حاجة بتتغير حواليا من غير ما أكون حاسة، وبدون ما أتخيل الأيام الجاية هتقلب حياتي رأساً على عقب بشكل ما أتوقعش. هتخيل إيه اللي حصل بعد كده، إيه اللي كان مخطط له من بعيد وأنا مش حاسة بيه. تابعوني للجزء اللي جاي. الأيام عدت وأنا لسه عايشة في نفس البيت، والأمور كانت ماشية بشكل طبيعي، لكن الغريب إن خالد بدأ يتغير في تعامله معايا. بقى يقرب مني في أي تجمع عائلي وأحسه بيبصلي بطريقة مش طبيعية. كنت أتجنبه، بس كنت خايفة أتكلم علشان محدش يفهم غلط. في نفس الوقت جوزي أحمد كان دايماً بيطمن عليا، وكان شايف إن البيت كويس وإن عيلته كلها موجودة جنبي. وفجأة جه الخبر اللي غير حياتي. أحمد جات له فرصة سفر للخليج، الشغلانة كويسة وهيسافر سنتين. حاولت أرفض، قلت له خدني معاك، بس رفض. قال لي لأ، انتي هتقعدي هنا في البيت معززة مكرمة، أخويا موجود وأختي موجودة وكلهم حواليكي، ما تخافيش من حاجة. وأنا كنت متضايقة جدا، لكنه سافر. ساعتها بس اكتشفت حاجة صدمتني. خالد هو اللي كان بيشجعه على السفر من ورايا، كان يقول له كلام زي: سافر، أمن مستقبلك، إحنا هنا هنتحمل المسؤولية. ساعتها حسيت إن في حاجة غلط، إن في نية ورا الموضوع. حاولت أروح لبيت أهلي، بس أحمد رفض، قال لي أنتي قدامك أهلي، مش محتاجة تروحي. فضلت في الشقة لوحدي، والشقة اللي جنبي بقى فيها خالد ومراته منى. ومع الوقت بقيت أحس إن خالد بيعمل حاجات عشان يخليني أسمع أصوات من عنده، وكان بيحاول يخليني أسمع هو ومراته مع بعض. الموضوع كان غريب جدا، وكنت حاسة إنه بيتعمد يخليني أفتكر إني لوحدي، وإنه بيحاول يقرب مني بطريقة غير مباشرة. كنت كل يوم بحس إني في منطقة خطر، مش عارفة أتكلم مع حد ومش عارفة أهرب، وكل ما أجي أفتح الموضوع مع حد أخاف إنهم يفهموا غلط ويقولوا إني اللي فاتحة كلام. هل كنت هقدر أحمي نفسي؟ ولا كنت داخلة في مصيدة محكمة من غير ما أحس؟ الجزء اللي جاي هتعرفوا التفاصيل الصادمة. مشيت الأيام وأنا قاعدة لوحدي في الشقة وجوزي مسافر بعيد. كنت بحس بفراغ كبير ووحدة قاسية، وطبعاً كنت بحتاج للحنان والحضن اللي كان موجود. في نفس الوقت خالد بقى يلاحقني بطريقة أوضح، بقى يلمسني بشكل عادي وأنا قاعدة مع العيلة، يخبطني على كتفي، يلمس إيدي وأنا بتناول الأكل. كنت أرجع البيت أرتجف من الخوف والغضب، بس ما كنتش عارفة أتكلم. كنت خايفة أقول لأي حد عشان محدش يقول إن أنا اللي فاتحة كلام، أو إني بشوه سمعة أخو جوزي.
في يوم من الأيام فوجئت بقرع على الباب الساعة 11 بالليل. فتحت لقيت خالد واقف. قال لي: اطمنت عليكي علشان ما شفتكيش النهاردة. أنا كنت نايمة لابسة لبس خفيف ولفيت الطرحة على نفسي بسرعة. كان باين عليه إنه مركز معايا بطريقة غريبة وإنه مش عايز يمشي. وقف مكانه شوية وأنا قلبي كان بيخبط بشدة وفضلت أرجعه ورا. بعدها قفلت الباب وفضلت طول الليلة أفكر إيه اللي كان بيدور في دماغه؟ هو ليه جاي في الوقت ده؟ تاني يوم حماتي عملت عزومة وكلنا قاعدين نتفرج على فيلم بعد ما الكبار ناموا. فضلنا أنا وخالد ومراته وأخته، وقعد جنبي فجأة وقال لي: أكيد وحشك جوزك. قلت له: أكيد طبعاً. سكت شوية وقال: بتعملي إيه من غيره؟ ضحكت وقلت: بتفرج على الفيلم. بس جوايا كنت حاسة إنه بيعمل كل ده عشان يختبرني. بعد الفيلم أخت خالد سارة قالت لي: تعالي نام معاكي النهاردة، زهقانة وعايزة أكلمك. قلت لها: تعالي طبعاً. رحت معايا شقتي وقعدنا نتكلم، وبعدين فجأة سارة بدأت تلمسني بطريقة غريبة جداً. أنا اندهشت وما كنتش عارفة أتكلم. كنت بحس إني داخلة في حلم مش حقيقي، وإن في حاجة أكبر من إني أفهمها في اللحظة دي. إيه اللي كانت سارة بتعمله معايا؟ وهل كانت جزء من خطة محكمة؟ اللي جاي هيعقد الأمور أكتر بكتير. سارة فضلت تقرب مني وبدأت تتعامل معايا بطريقة غريبة جداً. كنت في حالة صدمة، مش مصدقة اللي بيحصل. هي كانت بتقولي: خلينا نريح بعض، إحنا الستات لازم نساعد بعض. وأنا من كتر الوحدة والإحساس بالحرمان ما كنتش عارفة أتصرف بعقل. الموضوع كان غريب جداً عليا وما كنتش عارفة أقول لها لأ. في اللحظة دي حسيت إن في حاجة غلط، لكن ما كنتش قادرة أتحرك. وفجأة انفتح باب الأوضة. لقيت خالد واقف، كان ماسك تليفونه بيصور كل اللي بيحصل. أنا تجمدت مكاني، ما كنتش قادرة أتكلم ولا أتحرك. كنت بحس إن الكون انهار عليا. سارة فجأة وقفت جنبه وقالت: خلاص، كل حاجة تمام. أنا بصت لها بصدمة، عرفت إنها كانت متفقين مع بعض من الأول. هي اللي دخلت في الموضوع عشان يوصلوا للهدف اللي كانوا عايزينه. خالد قفل الباب وقال لي: محدش يتحرك، انتي دلوقتي تحت رحمتي. أنا كنت مرعوبة وقلت له: بالله عليك، أنا مرات أخوك، حرام عليكي. قال لي: انتي اللي عملتي اللي يخليني أوصل كده. وبدأ يهددني بالفيديو اللي صوره وقال لي: لو ما عملتيش اللي أقوله الفيديو ده هيروح لكل الناس، لجوزك، لأهلك، لكل حد تعرفيه. حاولت أتكلم، أصرخ، بس كان أقوى مني. حسيت إن الدنيا ضاقت بيا، إني غريقة ومفيش حد ينقذني. كان بيقولي: أنا مستنيت الفرصة دي من زمان ومش هسيبها. أنا كنت بتمنى الأرض تبلعني، كنت بحس بالعار، بالخوف، بالندم، لكن ما كنتش عارفة أخرج من اللي أنا فيه. سارة وقفت بتصور بكل برود، كأنها مش شايفة إنها بتدمر حياتي. فضلت في حالة صدمة كاملة وما كنتش قادرة أرد أو أحمي نفسي. وبعد ما خلص طلعوا من الأوضة وسابوني مرمية على الأرض مكسورة، مش قادرة حتى أعيط. أنا كنت هفضل كده ولا هقدر أطلع من الحفرة اللي وقعت فيها؟ الجزء الجاي هتعرفوا إني قررت أرد. فضلت على الأرض ساعات، مش عارفة أتحرك، مش عارفة أفكر. جسدي كله كان بيرتعش ودماغي مش قادرة تستوعب اللي حصل. كنت بحس إني مش أنا، إني عايشة في كابوس. قعدت أصرخ جوايا: إزاي وصلت للمرحلة دي؟ إزاي خلتهم يوصلوا لكده؟ وأنا مش بتاعة الحاجات دي أصلاً. بس اللي حصل حصل. فجأة حسيت بشعور غريب جوايا، الغضب. قلت لنفسي: لا، مش هسكت، مش هخليهم يفرحوا باللي عملوه. مش هفضل أعيش في خوف وذل. مهما كلفني الأمر لازم أرد حقي، مهما كان الثمن. مش هسكت على الظلم. طلعت من البيت وأنا مش واعية. نزلت ركبت تاكسي ورحت على قسم الشرطة. كنت خايفة، قلبي بيخبط بشدة، بس كنت عارفة إن دي الفرصة الوحيدة عشان أنقذ نفسي. دخلت القسم، قعدت قدام الضابط وحكيت له كل حاجة بالتفصيل. حكيت عن خالد، عن سارة، عن الفيديو، عن التهديد. كان صوتي بيتهد لكني كملت. الضابط كان محترم جداً وطمني إنهم هيعملوا اللي عليهم. في خلال ساعات جابوا خالد وسارة وضبطوا التليفونات ولقوا الفيديوهات زي ما قلت.
اتحولت القضية للنيابة واتخذوا الإجراءات القانونية. أنا كنت قاعدة في البيت بعدها بحس بمشاعر متضاربة، خوف، غضب، إحساس بالحرية، وإحساس بالندم على إني ما كنتش أقوى من البداية. لكن الأهم إني كنت حسيت إني خدت حقي. بعدها حماتي وحمايا عرفوا باللي حصل، اتصلوا بيا، كانوا مصدومين واعتذروا لي كتير. قالوا إنهم ما كانوش يعرفوا حاجة وإنهم وقفوا معايا. لكن خالد وسارة بقت لهم قضية واتحكم عليهم بالحبس. لكن لسه في سؤال كبير مقرقني، هل أقول لجوزي ولا أستنى؟ الجزء الأخير والأخير هتعرفوا قراري النهائي وإزاي انتهت القصة تماماً. بعد كل اللي حصل رجعت شقتي تاني. الشقة كانت ساكنة وكل حاجة فيها كانت بتذكرني باللي مريت بيه. كنت قاعدة لوحدي بفكر في قرار مصيري، هل أخبر جوزي باللي حصل ولا لأ؟ كنت خايفة من ردة فعله. هو راجل طيب، لكن الرجالة عندهم غيرتهم، ومش عارفة هيتقبل الصدمة ولا هينهار. كنت خايفة كمان إنه يلومني رغم إني كنت ضحية. كنت خايفة إنه ما يقدرش يكمل معايا بعد اللي عرفه. اتصلت بأمي، حكت لها كل حاجة. سكتت شوية وقالت لي: يا بنتي، لو سكتي دلوقتي هتفضلي طول عمرك خايفة من اليوم اللي يعرف فيه. لو هو راجل يحبك بجد هيساندك، ولو لأ يبقى خير إنك تعرفي بدري. كلامها كان صعب بس كان صح. قررت إن أنا مش هسكت تاني، مش هخاف تاني. أنا مش غلطانة وأنا اللي اتظلمت. لو هو مش قد المسؤولية يبقى حياتي معاه مش هتكمل. بس أنا محتاجة أعيش في راحة ضمير، مش في خوف من الماضي. في الليل اتصلت بيه، كان صوته حنين. قال لي: عاملة إيه يا سعاد؟ وحشاني قوي. فضلت ساكتة شوية وقلت له: أحمد، أنا محتاجة أحكي لك حاجة مهمة جدا، وهي مش سهلة، بس أنا تعبت من السكوت. سكت هو كمان وحسيت إن قلبه اتقفل من التوتر. قلت له: أحمد، اللي حصل خالد وأختك، وحكيت له كل حاجة، كل تفصيلة، كل لحظة خوف، كل لحظة ظلم. فضلت أتكلم وأنا بعيط وهو كان ساكت تماماً. ولما خلصت فضل ساكت لدقائق حسيتها دهور، وبعدين قال لي بصوت باين فيه الزعل: أنا جاي بكرة، مش هستنى. أنا جاي عشان أكون جنبك ومش هسيب حد ظلمك. هل فعلاً أحمد وقف جنبي؟ وهل قدرت أرجع تاني لحياة طبيعية بعد كل اللي حصل؟ نعم، أحمد رجع تاني يوم، وكان صدمته شديدة، لكنه وقف جنبي، وقف قدام أهله، وقطع علاقته بخالد وسارة، وقال لي: أنا آسف إن سبتك لوحدك في البيئة دي. نقلنا لشقة بعيدة وبدأنا حياتنا من جديد. أنا دلوقتي بخير وباخد علاج نفسي، وبحاول أرجع أثق في نفسي وفي الناس. مش كل يوم أهون، بس أنا عارفة إني قوية وإني قدرت أخرج من الظلام. لا تنسوا تدعموني بلايك وتعليق واشتركوا في القناة عشان تتابعوا قصص جديدة كل يوم. شاركوني رأيك، هل كنتوا هتتصرفوا زيي؟